اوقات ديال الازمات كيبانوا الرجال وكيبانوا الشميت، كيبان شكون اللي معاك وكيبان شكون اللي ضدك. وهاد الايام بانوا بعض الاشخاص اللي بلادنا محتاجاهم بزاف. هاد المعلومات اللي غنعطيكم اليوم نورمالمون هما كيكونوا سريه ما كيتعطاوش، ولكن بعض الصحفيين قلبوا وبحثوا عطاونا هاد المعلومه وعرفوا شكون هما الاشخاص والمؤسسات اللي تبرعوا وعاونوا المغرب باش يعاود يبني المنازل ديال الحوض. وكاين اللي منكم غادي يقول الصداقه شيء سري ما خصناش نعلنوا به. متفق وما متفقش معاه، حيت كاين بزاف ديال الشركات والناس والمشاهير كانوا مثلا غيتبرعوا غير ب5 المليون وشافوا وحدين اخرين كيتبرعوا ب500 وصدقوا عاطين كثر. كون ما شافوش كانوا غيعطيو قل. يعني كاين جانب ايجابي. انا ماشي نيتي نفضح ولا نشهر بشي واحد، هادشي اللي غادي نقول اليوم وهاد الاسماء اللي غادي نعطي ديجا خرجوا في بعض المجلات، واليوم غادي ننشروهم بحسن النيه باش نشجعوا ناس اخرين حتى هما يعطيو. شكون هما هاد الشركات وهاد الاشخاص وهاد لي رابور وهاد المشاهير اللي ساهموا وعطاو فلوس ديال بصح باش نعاودوا نبنيو المنازل لدوك الناس المنكوبين؟ وبغيتكم تبقاو معايا حتى الاخر، غادي نعطيكم المغزى من هادشي كامل، شنو خصنا نفهموا. هما عطاو حنا مالنا. على بركه الله بغيتكم تركزوا معايا وتبارطاجيو هاد لا فيديو في سبيل الله. انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. قبل ما نبداو نعطيكم الاسماء ديال هاد الناس وديال هاد المشاهير، بغيت نذكرك انت ولا انتي انك خاصك تبرع، والواجب الوطني ديالك انك تعطي على الاقل 1500 درهم لهاد الصندوق اللي غنبين لك دابا الريب ديالو. خصك دير فيرمون حاليا حيت انت ناعس في دارك وكاينين بعض الناس ناعسين في الزنقه ولا في الخيام ودابا بدات كتصب عليهم الشتاء. اول واكبر مساهم الاخوان هو سيدنا الملك محمد السادس الله ينصرو، وعن طريق واحد الشركه وعطى مليار ديال الدرهم باش ما تدوخوش الاخوان. مليار ديال الدرهم هو 100 مليار السنتيم، حنا غنهضروا بالسنتيم باش ما تدوخوش. 100 مليار السنتيم اللي عطى الملك محمد السادس عن طريق شركه المدى. شنو هي هاد المدى؟ المدى هو من اكبر واهم صناديق الاستثمار اللي كاينين في افريقيا، فون دانفستيسمون، وداخلين في بزاف ديال القطاعات بحال الخدمات الماليه، مواد البناء، توزيع الديستريبيوسيون، الاتصالات، المناجم، الطاقه، العقار، السياحه، وفينتور كابيتال كيديروا استثمارات اللي عندهم مخاطر كبار بحال في لي ستارت اب والشركات الناشئه. ودابا هاد الشركه خرجت اكبر مبلغ الاخوان اللي تبرع به شي واحد حد الان بامر ملكي ديال 100 مليار السنتيم. ثاني شركه في نفس المبلغ لو سي بي، المكتب الشريف للفوسفات بلا ما نعرفوا لكم. ثالثه الاخوان، ثالث شركه اللي غتعطي الفلوس ديال بصح وديال واحد السيد اللي نايض عليه بوليميك كبيره وبغيت نيط الراي ديالكم في هادشي. اكوا جروب ديال رئيس الحكومه عزيزه خنوش، 60 مليار الاخوان اللي تحطات، وكانوا عطاو في الكوفيد 40 مليار. وهنايا الناس غادي يتفرقوا على جوج. الفئه الاولى غادي يقولوا الله يجازيه بخير عاون بلادو عطى 60 مليار وهذا الشيء كيفرح. الفئه الثانيه غتقول لا ما غاديش نساو الاسعار ديال المحروقات اللي ما هبطوش واللي ما بغاوش يهبطوا. جاوبوني بكل صراحه في لي كومونتير نتوما من اين فئه وعلاش. الثالثه هي الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه لا اس ان ار تي، هبطنا من 100 مليار ل 60 مليار ل 4 المليار، عطاو 4 المليار الاخوان. شركه لا بيلفيل اللي مالين كارفور تا هما نايض عليهم بوليميك، حتخرجوا بعض الاشخاص وكيقولوا كان خاصهم ينقصوا في الارباح ديالهم في دوك التبرعات اللي شراو الناس اولا يديروا دي بروموسيون. دابا ها هما خرجوا عطاو 2.5 المليار، 2 المليار ونص الاخوان اللي تبرعوا بها. مجموعه الدرهم هولدينغ ديال العائله الدرهم عطاو 2 ديال المليار الاخوان. هذه شركه كاينه في الجنوب، هما مالين مرحباتي ديال المطاعم، هما مالين تي سود كارير، هما مالين الصحراء لوجيستيكس ديال النقل، وهما مالين اطلس الصحراء ديال المحروقات، ومازال لائحه طويله هي هولدينغ. هاد الاسره الاصل ديالها من ايت بعمران، والمؤسس ديالها هو السي حماد الدرهم الله يرحمه. موراهم كتجي مجموعه ازوره ديال الخضر بمليار، وهنا طحنا من مليار لشركه لوسيور 300 مليون، شركه المجابين 200 مليون. وكنشوفوا حتى بعض الشخصيات المعروفين واللي كتعرفوا الاخوان وخرجوا في السوشيال ميديا وقالوا شحال عطاو، بحال الرابور الشهير المغربي اللي عايش في ميريكان فرنش مونتانا. You know, I'm about to set an emergency fund that I will be donating to myself with globalcitizen.org/Morocco.
عطى 100,000 دولار 100 مليون. يذكرنا في الاخ سيمولاي في الكوفيد فاش عطى 100 مليون. المغنيه الشهيره مادونا هي قالت غادا تساهم وغادا تبرع. الملياردير ريشارد برانسون مول فيرجينا الاخوان واللي في راس مالو 3 مليار ديال الدولار واللي كيملك استثمارات سياحيه في المنطقه د مراكش هو جا وتبرع وبان كاع طالع الجبل وكيعاون الناس. جمال الدبوز اللي كانت ناضت عليه السعره في قطر فاش لبس ديك التونو المفروقه وقاد المالح غادي يديروا تورني دوره وغيجمعوا الفلوس والفلوس اللي غيربحوا غيعطيوهم العائلات المنكوبين. وعاد كاينين مؤسسات عموميه بحال بنك المغرب هما عطاو 100 مليار. الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه 100 مليار. المديريه العامه للامن الوطني 50 مليون درهم. اداره الجمارك والضرائب غير المباشره 20 مليون درهم. مجلس المنافسه 2 مليون ديال الدرهم. المؤسسات والمنظمات الغير الحكوميه المجموعه المهنيه لبنوك المغرب 850 مليون درهم. الجامعه المغربيه للتامين 150 مليون درهم. مؤسسه الاعمال الاجتماعيه للتعليم 50 مليون درهم. مؤسسه ساهام للملاحفظ العالمي 20 مليون درهم. المجلس الوطني لهيئه الموثقين بالمغرب 5 مليون درهم. جمعيه التضامن الاجتماعي 3 مليون درهم. الجامعه الملكيه المغربيه لكره المضرب مليون درهم. هيئه المحامين بالرباط مليون درهم. الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي 500 ألف درهم. المجلس الوطني لحقوق الانسان 500 ألف درهم. بعد كاينين الجماعات الترابيه. مجلس جهه الدار البيضاء سطات 50 مليون درهم. جماعه الدار البيضاء 30 مليون درهم. مجلس عماله الدار البيضاء 20 مليون درهم. جماعه طنجه 5 مليون درهم. على حسب جريده هيسبريس دابا الصندوق اللي درنا باش نعاودوا نبنيو لعباد الله ديورهم في الحوز وصل ل 6 مليار ديال الدرهم. خاصنا نوصلوا ل 50 في مده اسبوع من الاثنين اللي فات لهاد الاثنين وصل ل 6 مليار. ولكن نشوفوا واحد اللاعب جديد قال الاخوان الميدان واللي انا شخصيا ما كنتش باغي يدخل ودابا يلاه كيخشي في نيفو اللي هو صندوق نقد الدولي غيسلفنا اللي عندهم اجتماع نيت في مراكش هاد الشهر 1.3 مليار ديال الدولار اللي باغي يعطينا باش نعاودوا نبنيو لعباد الله الديور ديالو. هذا الاخوان قرض اللي خاصنا نخلصوا الدوله ديالنا غتاخذوا غادي تخلص عليه واحد لانتيري وغيكونوا ديون علينا كدوله. هادشي كنا بغينا نتفاداو. داكشي علاش كنأكد وكنعاود على 1500 درهم لكل مغربي غادا تفك. داكشي علاش كنطلب منكم خوتي خواتاتي ما تبخلوش الله يجازيكم بخير. والمغزى من هادشي كامل علاش عطيتكم هاد الارقام كاملين وهاد الناس كاملين وهاد الفلوس كاملين حيت الفلوس ماشي وسخ الدنيا وان لا انت ولا انت واحد النهار وليتي لاباس عليك غادي تعاون الامه ديالك والدوله ديالك بغض النظر على انك واش كتبغي ولا ما كتبغيش دوك الشركات ولا ماليهم. الا تزاديتي فقير راه ماشي الغلط ديالك ولكن الا بقيتي فقير راه 100% الغلط ديالك. اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن ديما الامه الاسلاميه ديالنا وهي محتاجه فلوس. داكشي علاش سيدنا ابو بكر من الاول هو كيصدق في سبيل الله باش يعاون الدين. الصحابه الاخرين كاملين اللي كانوا تجار ولاباس عليهم ما كانوش كيقولوا فلوس وسخ الدنيا بالعكس كانوا كيساهموا باش يعاونوا المجتمع والامه الاسلاميه. هذا تذكير الاخوان باش تعرف الا درتي وكان عندك راس المال غادي تنفع الدوله ديالك اكثر. نتمنوا خير لبلادنا ولولاد بلادنا. شكرا لكاع الناس اللي عطاو الكثير والقليل والقادم احلى باذن الله.